برضه مرر الكره سمير محمد. نادي طنطا عندك فرصه ذهبيه من اجل لعبه عرضيه وتسجيل هدف يرجعك في اللقاء، لكن والمتابعين في كل مكان مجهود يستحق الشكر، وايضا بقى شكر خاص كابتن علاء عكاشه رئيس قطاع الناشئين. انطلاق على طول تاني يطلع علاء النجار خطره جدا، ولكن وشفنا الكره الجميله اللي لعبها لعمر عيسى وعمل 1 2 جميل عمر عيسى مع اللاعب محمد فتحي بوجي، لكن عمر عيسى بقى الاصلي 7 دقائق في الاحداث المتبقيه. انطلاق على طول سجل الهدف الثاني عمر عيسى، توصل على طول ثاني الكوره، عوده بعد غياب لعمر للاصابه. انطلاق على طول النادي الاهلي وهجمه على طول عند اللاعب عبد الرحمن شريف صاحب الهدف، بيلعب كباك رايت وكوينج رايت كمان، لما بيزيد بيعمل الدور الهجومي بشكل مميز. قطع على طول على الكوره وعدى بشكل جميل وخد لعب 9 لقاءات قبل هذه المباراه، فاز في 5 لقاءات، لكن على طول توصل عند لاعب ابراهيم عبد الحكيم، يلعب كورته ابراهيم عبد الحكيم طويله وعاليه خطره جدا الكوره، سمير محمد وفرصه تعادل في عمر اللقاء والوقت الاصلي. استكمال على طول اللقاء واستئنافه بعد احراز الهدف الاول للنادي الاهلي. توصل الكره على طول عند اللاعب رقم 19 طنطا انتصر على فريق المصري البورسعيدي هناك في اراضي بورسعيد بهدف سجله عبد الله الدح اللاعب المميز. انطلاق على طول النادي الاهلي سمير محمد خطره جدا الكوره، مش ممكن على طول الاستلام، هدف التعادل. هدف التعادل مشاهدينا متابعينا للنادي الاهلي يسجله على طول اللاعب رقم 19 يتذكر اراضي الغربيه جيدا. اقول لك ليه عزيزي المتابع، ابراهيم عبد الحكيم في مباراه النادي الاهلي امام غزل المحله، انطلاقه على طول تاني وتدخل، ولكن حكم اللقاء من منطقه الاسكندريه ويعاونه كابتن خالد السيد وكابتن عمر فتحي حكام مساعدين. انطلاقه على طول تاني عند طعيمه خطره جدا براسيه فين مسمار من النادي الاهلي في احداث اللقاء. مشاهدينا متابعينا بنلعب في الدقيقه 41 من عمر اللقاء، ولا زال التقدم بهدف نظيف لفريق نادي طنطا احرزه صفوت فايق من ضربه جزاء في الدقيقه 3، وكان سجل الهدف الثاني محمد محسن شيكا، وكان اضاع الفريق ضربه جزاء ضيعها اللاعب عبد الرحمن الدح الجولدن بوي. للنهارده بقى الاصابات توصل ثاني من جديد، ضغط على طول يا ولد، لعيب يبعد الكره لاعب نادي طنطا. دفاع مهم، دفاع مهم، وادوار النهارده دفاع نادي طنطا على اعلى مستوى بكل امانه. سلام عليك يا عمر، شواره على طول في الكره الثانيه، ضغط على طول من لاعبي النادي الاهلي، انطلاق نبيل بولا ومحمد رمضان وحلاوه وعمر عيسى ومحمد فتحي وعبد الله الدح، كل منهم سجل هدف واحد. على طول تاني كرة من جديد عند طنطا، كان هيحتل صدارة هذا الدوري، ومش ببالغ في هذا الكلام، لان لو بصيت على مستوى النتائج النادي الاهلي في المركز الاول. نادي طنطا من جديد الكوره، لكن على طول توصل خطره جدا، سعد محمد لازم الجمهور يساند ويشجع النادي الاهلي بيكسر هجمات وكره عرضيه براسيه، لكن علاء على طول الكوره من عرضيه من محمد السيد، لكن بقى محمد فتحي بوجي يسدد الكوره سهله عند حارس. وايضا بقى في اللقاء الاخير فاز النادي الاهلي بنتيجه 4-2 على فريق مودرن فيوتشر. انطلاق على طول تاني من جديد الفريق الاول واللي موجود النهارده من اجل تدعيم تشكيل الكابتن اسلام عبد الغفار لفريق 2003 النهارده. انطلاق على طول تاني من جديد